في نظام مش كتير يعرفوه، نظام ممكن يخلي أي حد يبني عقل أسرع وأقوى بكتير، لدرجة إن الناس اللي بنشوفهم عبقرة دول ممكن يبانوا جنبه عاديين خالص. في الدقايق اللي جاية دي هنفتح مع بعض الباب لمناطق في عقلنا يمكن تكون مقفولة بقالها سنين. طيب خلونا نبدأ بالمقولة دي، بتقول إن الإرهاق الذهني مش هو النهاية، ده مجرد تفاوض. فكروا فيها كده لثانية، الجملة دي لوحدها بتهد كل فكرة عندنا عن التعب والإرهاق العقلي. طب والسؤال اللي بيطرح نفسه، إيه اللي هيحصل لو الواحد قرر إنه خلاص مش هيتفاوض تاني؟ لو بدل ما يستسلم للحدود اللي عقله بيحطها له قرر إنه هو اللي هيفرض سيطرته؟ أهو من هنا بقى بتبدأ القصة كلها. يلا بينا ندخل في أول جزء، كذبة الإرهاق الكبرى. عشان نعرف نوصل للقوة العقلية الحقيقية، أول حاجة لازم نعملها هي إننا نفهم ونفكك أكبر خدعة العقل بيلعبها علينا. الفكرة كلها هنا إن الإرهاق الذهني ده مش معناه إن البنزين خلص، لأ، دي مجرد هلوسة العقل بيخلقها كنوع من الدفاع عشان يوفر طاقة. يعني ببساطة دي خدعة مش حقيقة. العقل في اللحظة دي مش بيحاول يحمينا قد ما هو بيحط لنا سقف وهمي لقدراتنا. وشوفوا بقى التناقض العجيب ده، عقلنا القديم العقل البدائي كل همه في الحياة هو البقاء. يعني إيه؟ يعني يوفر طاقة بأي شكل ويتجنب أي مجهود. لكن في عالمنا الحديث الهدف اختلف تماماً. الهدف بقى السيطرة، القوة، التأثير. شايفين الصراع الداخلي ده؟ هو ده بالظبط اللي بيخنق أي فرصة للتطور. وهنا بقى بتيجي الفكرة العبقرية. العقل الحقيقي مش بيتولد إلا بعد نقطة الإرهاق. أول إحساس بالتعب ده مش علامة إن الواحد لازم يقف، لأ، دي البوابة اللي لازم نعدي منها عشان نوصل للقوة الفعلية. يعني اللحظة اللي معظم الناس بتنهار فيها هي دي بالظبط نقطة الانطلاق الحقيقية. طيب بعد ما فهمنا الكذبة اللي جوه عقلنا، في عدو تاني، عدو خارجي، البيئة اللي حوالينا. البيئة دي ممكن تكون سلاح لينا أو علينا، وعشان نكسب الحرب دي لازم نحولها لسلاح في إيدينا إحنا. فكروا فيها كده، كل إشعار بيوصل على الموبايل، كل صفحة مفتوحة ملهاش لازمة على الكمبيوتر، كل دوشة في الخلفية، الحاجات دي مش مجرد مشتتات وخلاص، لأ، دي عاملة زي الطفيليات بتتغذى على تركيزنا وطاقتنا في الصمت. كل واحدة فيهم بتعمل شرخ صغير في الدرع العقلي بتاعنا، ولما يتجمعوا مع بعض بتبقى كارثة. طب نعمل إيه عشان نبني الحصن ده؟ الخطوات واضحة ومباشرة. أولاً لازم نقفل كل الملفات المفتوحة في دماغنا، يعني نخلص المهام المعلقة. تانياً نقتل أي مدخلات سلبية زي الإشعارات والإيميلات اللي بتيجي فجأة. تالتاً نخلي الوصول لأي حاجة ممكن تشتتنا صعب، يعني البيئة نفسها تتصمم عشان تجبرنا على التركيز. الموضوع ما فيهوش حل وسط، يا إما الواحد هو اللي بيسيطر على بيئته يا إما بيبقى سجين ليها، مفيش اختيار تالت، والاختيار ده هو اللي بيحدد كل حاجة بعد كده. تمام، دلوقتي خلينا ننتقل للمفهوم الثالث، إزاي نصنع حالة التدفق أو التركيز العميق دي. المهم نعرف إن الحالة دي مش حاجة سحرية بتيجي بالصدفة، لأ، دي حالة بيتم هندستها بالكامل وبشكل مقصود. عشان نوصل للحالة دي لازم نعرف أعدائها الثلاثة. أول عدو هو الاحتكاك الذهني، يعني لما يكون في مليون فكرة بتتسابق في دماغنا. العدو الثاني هو محاولة الدخول في مود التركيز واحدة واحدة، ده ما بينفعش. والعدو الثالث هو وجود طرق هروب سهلة، زي إن الموبايل يكون جنبنا. وهنا بتيجي الطقوس اللي بتجبر العقل يدخل في الحالة دي. أول حاجة التزام كامل بمهمة واحدة بس ومحددة جدا. تاني حاجة نبدأ بأكتر حتة صعبة فيها. تالت حاجة نشيل أي مخرج أو مهرب ممكن نلجأ له. رابعاً نستخدم محفز حسي زي نوع موسيقى معين أو حتى ريحة معينة. وأخيراً والأهم نتجاهل تماماً المقاومة اللي هتحصل في أول 20 ل 30 دقيقة. 5 ساعات، الرقم ده يقصن؟ معناه ببساطة إن الشغل اللي بيحتاج 5 ساعات في الظروف العادية ممكن يخلص في 45 دقيقة بس في حالة التدفق. طب إزاي؟ لأن العقل لما بينغمس في حاجة بشكل كامل بيبطل يوفر في الطاقة، بيوقف المقاومة وبيصب كل موارده وقدراته على المهم اللي في إيده. ودلوقتي نيجي للمفهوم الأخير ويمكن يكون الأخطر والأهم، فن الإرهاق المسيطر عليه. هنا بنقلب الموازين وبنتعلم إزاي نستخدم الراحة نفسها كسلاح، مش كدليل على الضعف أو الفشل. شوفوا الدورة دي بتمشي إزاي. الأداء العالي عامل زي دورة، بنبدأ ب4 ل6 أسابيع من التسارع، يعني ضغط وتركيز عالي جدا وبدون رحمة. بعد الفترة دي بيجي أسبوع أو أسبوعين من التباطؤ المقصود والمحسوب. خدوا بالكم، ده مش مجرد راحة، ده استشفاء عقلي نشط ومخطط له.
وبعدها بنرجع تاني للحلبة، بس المرة دي أقوى، أذكى وأكتر مقاومة للتعب. لكن لو الواحد تجاهل ضرورة التباطؤ الاستراتيجي ده، العواقب بتكون مدمرة. ضباب عقلي مزمن ما بيروحش، تقلبات مزاجية عنيفة، قدرة أقل على تحمل الضغط، الوضوح اللي كان موجود بيتحول لتشاؤم، والطموح بيتحول للامبالاة. ده الفخ اللي بيقع فيه أغلب الناس، فخ الإرهاق اللي بيقضي على كل حاجة. وهنا النقطة الجوهرية، الراحة مش مكافأة بناخدها بعد ما نتعب، لا، الراحة سلاح استراتيجي، هي الوقت اللي بنسن فيه السيف بتاعنا عشان نكون جاهزين للمعركة اللي بعدها. في الآخر لما كل المبادئ دي تتطبق مع بعضها، اللي بيحصل مش مجرد تحسين، ده تحول كامل. العقل بيبطل يكون مجرد ضحية للبيولوجيا بتاعته، وبيتحول هو نفسه للمهندس اللي بيصمم حالته العقلية. المقارنة دي بتلخص اللعبة كلها. العقل العادي بيستسلم للإرهاق، لكن العقل المعاد بناؤه هو اللي بيتحكم في الطاقة. العقل العادي بيعيش في فوضى، العقل الجديد بيبني حصن. العقل العادي بيستنى الحافز يجيله، العقل الجديد بيهندس حالة التدفق بنفسه. ده حرفياً نظام تشغيل مختلف تماماً للعقل. بس في تحذير أخير ومهم جداً، المعرفة لوحدها، كل الكلام ده قيمته صفر، ما بيغيرش أي حاجة. العالم مش بيحترم اللي فاهم النظرية، هو بيختبر وبيكافئ اللي بيطبقها وبدون أي رحمة. فالاختيار في النهاية واضح جداً، هل دي هتبقى مجرد لحظة إلهام، شوية كلام حماسي هيتنسي بكرة الصبح، ولا دي هتكون نقطة التحول الحقيقية؟ اليوم اللي الواحد بيقرر فيه إنه يوقف التفاوض مع عقله، هو ده اليوم اللي بتبدأ فيه السيطرة الحقيقية.